اهلا الاخوان الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه وبالعافيه ان شاء الله. اليوم جينا نشاركوا معكم واحد الكيكه اللي كتصلح صراحه للناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم وهي صحيه. غنبداو معكم بالمقادير كيف ما كتشوفوا معنا. عندنا كاس ديال الزيت، عندنا القرقاع مهرمش، عندنا شويه ديال الزبيب، اللوز ايفيلي اختياري اللي بغى يديرو اللي بغى ما يديروش. كاين هذا الشوفان في عوض الدقيق، غادي نديرو الشوفان. عندنا هنا 5 البيضات على حسب المول اللي عندكم. عندنا هنا 2 خيزويات، سكر فاني وجوج ديال الخمارات، وعندنا شويه د القرفه، وباش ما ننساوش واحد القبيصه ديال الملحه. خليكم معنا ونكملوا الفيديو ان شاء الله. هي غنديروا خيزو في هذا المول هذا، في هذا البول عفوا. غنضيفوا عليه سكر فاني، شويه ديال القرفه كيف ما كتشوفوا معنا، معلقه ما كاملاش، معلقه كبيره، و5 ديال البيضات على حسب المول. البيض كيبقى على حسب المول اللي عندكم. حنا عندنا المول كبير درنا 5 البيضات. نزيدوا القرقاع، وقبيصه ديال الملح. غنضيفوا الزبيب، كاس ديال الزيت، في الحقيقه كتجي هذه الكيكه رائعه جدا. ودابا غادي نضيفوا الشوفان حسب الخليط، غنضيفوا شويه بشويه يعني نعرفوا هاد الجمعات. دابا غنضيفوا الخمارات، 2 خمارات، في هذه اللحظه دهنا المول بشويه ديال الزبده، وغنزوقوا باللوز ايفيلي باش يجي الوجه ديالها
غنزوقو باللوز باش يجي في الواجهة ديالها. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما توجد باش نوريوكم النتيجة النهائية. هذه هي الكيكة ديالنا كيف ما كتشوفوا، جات فنة. الله يعطي الصحة لجارتي اللي صوبتها، تبارك الله عليها، ودارت الكاطو ديال ريشبون. ونتمنى تجربوا هاد الكيكه هذه اللي ما غتندموش ان شاء الله، وهي صحيه. الناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم وما كيبغيوش الحلاوه، يعني السكر، كيف ما شفتوا اننا ما ضفنا لا سكر لا والو، فقط الحلاوه ديال الزبيب ديال خيزو. وان شاء الله منين نقطعوها غنوريكم كي كتجي من الداخل. ودابا غتشوفوا معنا الكيكه كيف كتجي من الداخل، كتجي مفشفشه زوينه. كنتمنى تجربوها وما غاديش تندموا. كيف ما كتشوفوا معنا كتجي مفشفشه وهشيشه وصحيه. كنتمنى اخواني اخواتي تبارطاجيو الفيديو، ديروا لايك، وشكرا لكم على المتابعه.